الموسم الكروي 2016-2017 المباراة انطلقت، هقول لحضراتكم التفاصيل، لكن إلى التشكيل مباشرة بعد تقديم التحية للاستوديو التحليلي بقيادة الإعلامي الكبير خالد لطيف. النجوم الكبار الكباتن علاء نبيل، علاء ميهوب، وأحمد سليمان. كل تحية لحضراتكم مشاهدينا الكرام، والأمنيات بأداء من الفريقين يمتعكم ويقنعكم بكرة قدم مصرية بعد فرحة كانت في الجابون ومتعة كانت في أبو ظبي. الآن نعود للبطولة المحلية. إذن صاحب الأرض والضيافة محمد عواد في حراسة المرمى، وباهر المحمدي، ريتشارد بافور اللاعب الغاني الجديد، محمود متولي، بهاء مجدي، حسني عبد ربه في نص الملعب مع عماد فتحي، قدامهم في اليمين ابراهيم حسن، في الشمال اسلام عبد النعيم، قدامهم محمد فتحي والكوليمبي كالدرون، دييجو كالدرون، مع مدير فني جديد في مباراته الثانيه لكن مباراته الاولى في الدوري تشيكي فرانز شتراكا. في المقابل النادي الاهلي صاحب الزي الاحمر والابيض، حراسه المرمى لشريف اكرامي، محمد هاني، سعد سمير، محمد نجيب، وعوده لعلي معلول في الظهير الايسر اللي عنده الكوره ده. نص الملعب حسام غالي، حسام عاشور، في اليمين محمد جابر، في الشمال مؤمن زكريا، قدامهم جونيور اجاي، وفي المقدمه الهجوميه عمرو جمال. يدير المباراة تحكيميا الدولي محمود البنا، والمساعد الدولي أحمد حسام طه، مساعد درجة أولى فتحي إلى مركز قلب الوسط المدافع. ادي علي معلول واخد القائم الأيمن، وغالي واخد قدام شريف إكرامي. في المقابل عماد فتحي اللي انتم شايفينه ده اللي مع ميدو جابر. الضربه الركنيه ملعوبه على ايمن القريب الاولاني، ورجع الثاني علاها فوق شريف اكرامي من اعلى نقطه بياخدها، ومعاه باهر المحمدي. انما اول ملمح كان ممكن يعمل بيه مشكله النادي الاسماعيلي على الصعيد الهجومي للنادي الاهلي. ادي علي معلول يتقدم، علي يلعب الكره، يعديها اجاي، ترجع تاني ريتشارد بافور، لعب على طول لسعد سمير، يستلم كورته ويبدا هجمته. حلوه الفنت اللي عمله ميدو جابر، حط الكره حلوه واحلى، انما بيقول في تسلل في رايه وصفرة. احمد حسام طه رايه وصفرة، والكره بتدخل الشباك كده، يعني مش ما دخلتش بهجمه انما دخلت. ادي احمد حسام طه مساعد الحكم الدولي. التسلل محمد هاني اللي بقول لحضراتكم ما شاء الله. ادي محمود متولي هو اللي ماسك عمرو، وبافور ماسك اجاي، والركنيه تتلعب على طول، ومحمد عواد يا دوب يطلعها الناحيه الثانيه، يبعد بها مكمن خطوره كده للضربات الراسيه، ويامن على نفسه ومرماه من اي محاوله لكن الى خارج الملعب تماس للنادي الاهلي، ليبقى الوضع الهجومي للنادي الاهلي ينتقل من اليسار الى اليمين. محمد برشلونه وخساره يعني برباعي، مؤمن زكريا بيضم كده لجوه، انما لعبها لحظه لا في بيتكلموا مع بعض كتير، بيعتبوا على بعض كتير. التجانس اذا مفقود. على طول الاماميه يستلم مؤمن زكريا، يلعبها داخل منطقه 18، يقع على طول، مفيش حاجه. هاني قال له مفيش حاجه، جابها مؤمن زكريا تاني. ده الضغط بتاع مؤمن، مظبوط الكلام، انما هتفضل تتكلم مع الحكم وتناقش قراراته، مش هينفع. اتقطعت بشكل حلو. على طول عماد فتحي بيعدي ويزيد وياخد ارض كده، وفي زميله واقع على الارض، انما قام كالدرون، رجع شريف اكرامي متحفز، واللاعبون ينتظرون كرة حسني عبد ربه من الضربة الحرة المباشرة. حسني يلعب الكرة عالية هناك، وشريف اكرامي يطير يا ولد ويحط الكرة في نص الملعب من ناحية اللاعب ريتشارد. وادي هنا حلوة يا ولد حلوة يا ميدو، احلى واجمل من عواد. حلوة يا ميدو، احلى واجمل من عواد. عمرو جمال بيقول له كان عايز ياخدها، انما الغاني طبعا كان الصراع الاولاني. هنا شوف الراجل سند الكره لنفسه، صح هو اتصرف صح، انما لو ارضيه كان ممكن تبقى خطورتها اكتر. لعبها عاليه، كان طالع قافله وطالع بره الست ياردات. يعني دي الكابتن احمد سليمان يقول لكم الوضع بتاع حارس المرمى عواد كان امتياز اكيد. ليه؟ لانه طالع قافله الزاويه، وبالتالي قدر يعني باطراف الاصابع الكره تطلع بره الملعب. ضربه ركنيه للنادي الاهلي، احلى واجمل كوره في 34 دقيقه.
احلى واجمل كره في اللي اتلعب من الشوط الاول، ورجعت الكره ورا، لكن على طول يا ولد يا ابراهيم حسن داخل ومغطي ومغير اتجاه جسمه كده، وطلع بالكره ولعب مع كالديرون. دييجو كالديرون يلعب في نص الملعب عند عماد فتحي، اماميه باهر المحمدي سهنه، صرخه التوفيق تاني. يا ولد يا ولد يا ولد يا عواد، طالع بدور الليبرو ويطير بضربه راسيه. مباراه يتالق في الشوط الاول قبل نهايته محمد عواد. ابتدينا نشوف ملامح خطوره للنادي الاهلي. تهرب الكره من علي معلول اللي بيربط حذائه دلوقتي، انما الكابتن مكاوي برضو عنده 6 اهداف. نسيت في بقى مباريات اللي شهدت فوز بسداسيه للاهلي مرتين، ايضا رباعيه الاسماعيلي رد برضه برباعيه. يعني في شغل كبير بين الفريقين على مدار ال 131 مباراه في اجمالي جميع مباريات الفريقين في كل البطولات. ادي ضربه راس من جونيور اجاي، لكن الكره تخرج مع تامين لعواد الى خارج الملعب. هذه الحوارات بين اللاعبين. برضو كان في مباراة نسينا خالد بيبو النجم الكبير، لعب للناديين وسجل في المرميين. مباراة ومحمد عماد سلمان واحمد رزق وايهاب جلال مدرب المقصة حاليا. والمره الاخيره كانت 2008 2009 فاز النادي الاهلي بهدف للانجولي فلافيو. 40 دقيقه من زمن الشوط الاول، لا تزال النتيجه على حالها تعادل سلبي. مواجهه الكلاسيكو المصري الثاني بين اهل القمه. الاسماعيلي يستضيف الاهلي في استاد الجيش بالسويس، لكن على مدار 40 دقيقه لعب لم تكن الا كره نقدر نقول عليها خطيره باكثر من 90% لميدو جابر اللي كان اقرب للتهديف، لكن براعه محمد عواد ابعدها الى ركنيه. ثم كره ثانيه على طول طار عواد بدور الليبرو بشكل حلو قوي، يخطف النجوميه من الكل في الشوط الاول باللقطتين دول. محمد عواد ما بقي من احداث اللقاء تقدر تقول اداء روتيني سلبي، لان هي عاليه هناك على طول عند عواد اللي بيأمن على كورته، وتطلع الكوره. وحكم اللقاء يعني عمرو جمال بيقول له لمسته وبقت ركنيه، قال له لا، قال له هي عدت، قال له هي عدت. ادي كره طويله من محمد هاني، عدت يا عمرو، عدت تمام. اللعيب طبعا بيبقى في فورة حماسه مش بياخد باله ان القرار بتاعه ممكن يكون جانبه التوفيق او عاطفي اكتر منه واقعي وحقيقي. هنا تتلعب الكره الاماميه. لم يقنعنا الفريقان باداء ممتع، كانت او يعني الحذر كان حاضرا، والحرص على عدم استقبال اهداف كان حاضرا. ومع صفرة النهايه سيداتي انساتي سادتي يطلقها حكمنا الدولي محمود البنا معلنا تعادل الفريقين في الشوط اول سلبيا، الاسماعيلي والاهلي. وامام حضراتكم يعني اكثر حاجه موجوده الاخطاء، ولكن هو كارت اصفر وحيد. عموما سريعا للتفسير والتحليل وتوقع ما سيكون في الشوط الثاني فوق هذا البساط الاخضر لاستاد الجيش المصري ب مشاهدي نايل سبورت في كل مكان. اهلا ومرحبا بكم. لقاء يتجدد معكم مع احداث الشوط الثاني لمباراه الاسماعيلي والاهلي. الشوط الاول انتهى بالتعادل سلبي، الشوط الثاني مؤمن زكريا غادر الملعب ونزل مكانه كريم ندبد او كريم وليد، وبالتالي البدايه او الرغبه لدى حسام البدري في حسم الامور على ارض الملعب من خلال الاستحواذ او السيطره او ترجمه الفرص التي لاحت في نهايه الشوط الاول يريد ان يعززها مع بدايه الشوط الثاني. في المقابل النادي الاسماعيلي لا تغييرات. الكابتن علاء ميهوب لما خدوا معاه في منتخب الشباب، انما لعيب بيثبت اقدامه وانضم للمنتخب الاول، وسقوط على الارض بيقول له بره الملعب برافو، بيشاور لزميله بيقول له تمام علي معلول، وهو بيقول له لا ما فيش. يعني كل دي حوارات. ادي جاي محمد فتحي عماد حمدي في انذار لعلي معلول. اذا بطاقتان صفروان
حسام عاشور في الشوط الاول وعلي معلول في الشوط الثاني. السقوط داخل منطقه 18 لابراهيم حسن، لكن العرقله ادي هنا العرقله خارج الخط، يعني رجله كانت بعد العرقله وقف على خط المرمى على خط منطقه 18. اجمالا صاحب القرار محمود البنا قال حيا مساعده الاول وادى بطاقه صفراء لعلي معلول واداهم ضربه للنادي الاسماعيلي، ضربه حره. كابتن التيم القيصر والتصويبه حلوه فوق العارضه معاه شريف اكرامي صحيح، انما في الشبكه العلويه حلوه الكوره. بقول لحضراتكم بيلعب بخبره السنين، واحد من الكبار في الكره المصريه حاليا باعتباره بالمناسبه هو نفس جيل شريف اكرامي، يعني جيل 84 اللي بيضم بقى مين، لكن في المقابل اشتراكه لم يفكر في التغيير حتى الان كما يظهر لنا او كما يتضح لحضراتكم عبر الشاشه. محمد هاني بيلعب الاماميه، يستلم عمرو يحطها على الارض لصالح، لقى ايه على رجله الشمال، يلعب متسربع تطلع الكره وعايز يلعبها لعمرو جمال، انما الكره على طول حط رجله باهر المحمدي تمام، طلعها بره الملعب ركنيه، حاول يبعدها عواد لكن ما لحقش. ادي الركنيات 4 الاهلي 2 الاسماعيلي، وادي كوره، لكن انا متمترس في منطقتي الدفاعيه للحفاظ على ادائي. ادي الكوره الحلوه الجميله، يا ولد يا ولد يا ولد يا متولي، يا ولد يا ولد يا ولد يا محمود يا متولي، من قدام علي معمول يعمل استرتش كده برجله يبعد الكرة ويصدمها بقدم معلول وتبقى الكرة ضربة مرمى. انما ايه حلوة 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 الفدائية وحلوة القراية بتاعت محمود متولي، يستحق عليها التحية، بياخد قفاز الإجادة. لكن يعني دلوقتي يعني كان مع عواد في ختام الشوط الأول، دلوقتي مع المباراة وقاضيها الأول. كرة تتقطع، وليد سليمان اللمسه الاولى لحسام غالي، حسام يلعب الاماميه، اجاي يلعبها الوليد، وليد يزقها انما تتقطع وترجع الخطوره، انفراد انفراد انفراد، عماد عماد عماد، يا راجل يا راجل يا عماد يا حمدي يا راجل، كرة على طبق من ذهب، خطأ في نص ملعب النادي الاهلي، تتقطع الكرة، ينفرد الراجل انفراد تام 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 بشريف اكرامي، لا منافس ولا الهوى حتى بينه وبين شريف. شوف 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 على طول التصويبه روعه، التصويبه روعه، انما اسال عن التوفيق وعدم التوفيق. ايها الجنرال حظ اين كنت مع عماد حمدي؟ في المقابل كما هو كان مع عواد في كرة الشوط الاول لميدو جابر، كان مع النادي الاهلي بس من خلال العارضة. يا على اثارة الشوط الثاني 77، كرة خطيرة عكس الاستحواذ وعكس السيطرة والمحاولات الحمراء، ترتد كرة روعة 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 لعماد حمدي، يقول انا موجود وانا هسد مكان حسني عبد ربه. طلقه من رجله ترتد من العارضه، لو تحت العارضه بسنتيمترات لا يعني مفيش هوا حتى يطلعها، اتلعبت على طول معديه. يا اين كنت ايتها الاثاره؟ لماذا غبت عنا 77 دقيقه؟ الروعه في الملعب الان، يرد حسام غالي. شوف 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 كره حسام غالي بيرد بعد دقيقه من كره عماد حمدي، اهي اهي اهي، شوف تاني يعني بيسندها له وياخدها، بيلف كمان عكس اتجاه يعني جسمه ما كانش مواجه للمرمى، انما تعلو العارضه. حلوه حلوه حلوه، احلى دقيقتين في المباراه بالشوط الثاني على وجه التحديد، كرتان متتاليتان من الخطوره على المرميين، الروعه، الاثاره حاضره. قلت لحضراتكم عبر التاريخ، عبر 110 مباراه في الدوري، عبر 131 مباراه اجمالا، الاثاره في مباريات الاسماعيلي